وانت بتسمعني دلوقتي طب ركز معايا شوية، لأن اللي حاصل في سوق الفضة الأيام دي مش طبيعي. الفضة ولعت والأسعار وصلت لمستويات ما شفناهاش من 13 سنة. بس السؤال المهم، هل ده هو الفرصة اللي انت مستنيها ولا ده فخ؟ هقول لك كل حاجة، بس صلي على النبي الأول عليه الصلاة والسلام. بس قبل ما نبدأ اعمل لايك لو حابب تدعم المحتوى المفيد ده اللي بيوصل لك المعلومة ببساطة، واشترك في القناة لو لسه ما عملتش كده علشان الفيديو ده كمان يقدر يوصل لأكبر عدد من الناس. النهاردة هنتكلم على 3 حاجات وهم المفتاح علشان تفهم الصورة كاملة، فما تستعجلش وتقفل. أول حاجة هقولك إيه اللي خلى الفضة سعرها يضرب كده في السما فجأة. تاني حاجة، ليه الذهب نزل رغم إن كل الناس كانت شايفة إنه طالع. وأهم نقطة بقى التالتة، تشتري ولا تستنى وإزاي تفكر صح في اللحظة دي. نتكلم بقى على أول حاجة ونشوف كده إيه اللي خلى الفضة سعرها يطلع كده فجأة وبشكل غريب. اللي حصل ان في موجة شراء ضخمة جدا من المضاربين والمستثمرين الكبار، مع اول ما عدى سعر الفضة مستوى $35 اللي هو رقم نفسي كده يفضل في السوق، الناس هجمت عليها. يعني ببساطة في ناس شايفة انها كانت رخيصة، ولما بدأت تطلع الناس بدأت تقول يلا نلحق قبل ما يفوت الأوان. واللي بيخلي الموضوع سخن أكتر إن الطلب على الفضة مش بس استثماري، لأ في طلب صناعي زيادة كمان. يعني الفضة بتدخل في الإلكترونيات، في الطاقة الشمسية، في الصناعة. الفضة بقت عملة نادرة حرفيا، مش بس معدن غالي. ندخل بقى على الذهب. الناس متعودة تسمع الذهب طلع الذهب نزل، بس المرة دي الموضوع أغرب. الذهب كان طالع طول الأسبوع وفجأة وقع آخر يوم في الأسبوع. ليه؟ عشان أمريكا طلعت بيانات توظيف أعلى من المتوقع، وده معناه إن الاقتصاد عندهم بقى قوي. وطبعا الفيدرالي الأمريكي مش هيستعجل ويخفض الفايدة، وأي حد متابع السوق عارف إن الفايدة لما بتبقى عالية الذهب سعره بينزل، لأن الناس بتروح تحط فلوسها في البنوك وتاخد عائد مضمون بدل ما يشتروا ذهب ما بيجيبش عائد. يعني الذهب بيقولك أنا دلوقتي مش جذاب قوي زي الأول، لكن الفضة عاملة شو لوحدها. السؤال بقى المهم اللي انت عايز تعرف اجابته، تشتريه ولا لا؟ سؤال المليون، والاجابة هنا بتعتمد عليك انت، بس خليني اساعدك تفكر صح. لو انت من الناس اللي بتحب الاستثمار طويل المدى مش مستعجل على المكسب، الفضة ممكن تكون اختيار ممتاز، لان سعرها لسه في مجال يطلع مقارنة طبعا بالذهب. لو انت بتحب تشتري وتبيع بسرعة فخلي عينك على السوق يوم بيوم. الأسعار بتتحرك بشكل مجنون اليومين دول، وممكن تكسب وممكن برضو تخسر لو ما كنتش مركز. ولو بتحب الأمان سبائك الفضة اختيار كويس، لأن سعرها مش عالي قوي وممكن تدخل بمبلغ بسيط مقارنة طبعا بالذهب. المهم ما تشتريش بس لمجرد انك سمعت ان الفضة طلعت، لا، خد قرارك وانت فاهم وواعي. السوق زي البحر، مرة هادي ومرة عالي، وانت محتاج تبقى عارف تعوم كويس. في نقطة أخيرة عايزك تاخد بالك منها، الفضة في مصر دلوقتي مستقرة نسبيا رغم اللي بيحصل عالميا. ده معناه ان لسه في فرصة تدخل من غير ما تكون الأسعار ولعت عندنا زي بره. وفاكرين زمان لما كان كل الناس بتشتري ذهب؟ بس دلوقتي في تغيير بشكل تدريجي، وفي ناس ابتدت تتجه للفضة كبديل استثماري طبعا ممتاز. الخلاصة لو بتسألني هل أشتري دلوقتي، هقولك لو انت شايف الفضة كاستثمار طويل المدى وفي استقرار نسبي عندنا في السوق يبقى بس لو متردد استنى شوية وشوف الاتجاه هيروح فين. ما تنساش بقى تعمل لايك لو استفدت من فيديو النهاردة، وشير الفيديو دوت عشان المعلومة توصل لغيرك، واشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش لأن عندنا حاجات مهمة جدا جاية قريب. واخر حاجة هسيب لك دلوقتي فيديو تتفرج عليه برضو لازم تتابعه علشان تعرف منه معلومات مهمة جدا تفيدك في حياتك، ونتقابل ان شاء الله الفيديو اللي جاي. يلا سلام.